منورين في الدنيا. تعالوا نعمل النهارده بسبوسه المكرمله بتاعه المحلات بتريكات اول مره تعرفيها وطريقه سهله جدا. تعالي معايا 3 معالق من الزبده، 3 معالق من السمنه، 3 معالق مشكلين مع بعضيهم، نص معلقه ونص سمنه، معلقه ونص زبده، اللي عندك حطيه. تمام. الطريقه دي لطريقه البسبوسه اللي هي بتاعه الكياس، اللي هي اي نوع ماركه، انما دي السايب اللي هو السميد لا يا جماعه، دي طريقه تاني مختلفه. النهارده بقى هعمل ايه؟ هعملها مكرمله ولونها بني زي الجاهزه بتاعه المحلات وبطريقه بسيطه جدا. معايا سكر كده متكرمل او كراميل جاهز، هحط منه 3 أو 4 معالق لغايه لما اخد منه اللون اللي انا عايزاه. ما تقلقيش مش هيسكر معاكي البسبوسه، لان احنا مش هنسكر الشربات. تابعيني وهقولك كل التريكات وهقولك كل التفاصيل، ما تروحيش في حته. معايا كوبايه من الزبادي، هعايرها بنفس الكوبايه بتاعه الزبادي دي، هعايرها لبن وهعمل ميكس ما بين الزبادي واللبن. هعمل كده ليه؟ هعمل كده علشان ولا البسبوسه تبقى ناشفه معايا قوي ولا البسبوسه تبقى طريه معايا قوي. عايز تاخدي قوام للبسبوسه كويس قوي، ما تقطعيهاش اول ما تطلع من الفرن، استني عليها ساعتين، يا اما استني عليها لتاني يوم حتى انك انتي تقطعيها. هنا زيوده طبعا طلع معايا في الفيديو، وزي ما انا قلت لكم ان هو ان شاء الله هيشاركني معاكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا اعملها. اي فيديو هينزل مش هيكون فيه زيوده، هيبقى فيديو قديم، انما لو فيديو جديد هتلاقوا زياد معايا فيه. هنا حطيت خلاص زي ما قلت لكم 3 معالق من الماده الدهنيه سواء سمنه او زبده، ما ينفعش زيت. حطيت 3 معالق من الكراميل، وحطيت كوبايه زبادي، الكوبايه الصغيره دي، وفي نفس الكوبايه عيرتها لبن وحطيتها. ومعايا كيس البسبوسه نزلت بيه على الخليط بتاعي. بقلب يا جماعه، بقلب المكونات تقليب، مش بعجن فيها عشان ما تبوظش مني، ومش برهقها في التقليب. اهم حاجه ان هي تختفي كل المكونات وبس كده بيكون خلاص خلص يعني خلاص خلصت. ما ينفعش ان انا افضل اقلب فيها. معايا صينيه دهنتها سمنه، دهنتها زبده، وهنزل بيها في البسبوسه. شايفين يا جماعه قوام البسبوسه ازاي متماسك، مش سايله ماسكه نفسها وتفرديها بايديكي، مش ان هي سايله زي الكيكه، لا هي ماسكه نفسها. وشايفين لونها تحفه ازاي، كمان الاضاءه مش مبينها لكم حلو والله، مخليها فاتح. هي كانت اغمق من كده وهنشوفها لما تستوي. صدقوني هتطلع معاكي عظمه وهتعتمديها وهتبقى احلى من بسبوسه الحلواني. يعني من احسن واشهر المحلات. مش عارفه ايه اللي انا ماسكاه في ايديا، دي معلقه. تمام. بليت ايديا كده، لا ما بليتش ايديا، طبطبت عليها كده لغايه لما فردتها في الصينيه، وبعد كده هبل ايديا وهبدا اني انا اساوي الشكل بتاعها من فوق بايديا وهي مبلوله مسحه ميه بسيطه جدا يا جماعه. حطي ايديكي تحت الحنفيه ونفضيها كده بسيط، وهي ومبلوله سنه بسيطه هبدا ان انا اساوي بيها زي ما احنا شايفين كده اهو، كده اساوي الشكل من فوق. بس كده لا، مش بس كده، هبدا امسك الصينيه وانزل عليها تخبطتين اخبطها تخبطتين كده عشان تستوي معايا القوام كله ياخد سوا واحد، ما تبقاش عندي حته عاليه وحته واطيه. هبدا ادخلها على الفرن على درجه حراره عاليه، الفرن شغاله قبل كده، مش بفتح الشوايه عليها نهائي يا جماعه، هي بتستوي من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين طالعه طريه ازاي. هجيب الشربات واحطه عليها. نسيت اقولك ان الشربات كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من الميه. خلي شرباتك خفيف علشان تاخدي طعم حلو جدا للبسبوسه. عايزه اقول لكم ان البسبوسه دي ما قعدتش، وانا قطعتها كده كانت لسه طالعه من النار، وشايفين هي سخنه، انا حتى مش عارفه امسك الصينيه وعماله تلف مني. انا مسافه ما قطعتها ومسافه ما بردت كانت اتاكلت بالف هنا وشفا. شايفين بقى البسبوسه تحفه تحفه تحفه، لون وطعم وشكل وكل حاجه. عايزه اقول لكم ان فضلت حته صغيره كده لتاني يوم، كانت متماسكه جدا، بس هي كانت محتاجه ان انا يعني اقطعها تاني يوم، مش في نفس اليوم اللي انا عملتها فيه. شايفين لون البسبوسه تحفه ازاي. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو، تعملي اشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني. انا اماني محمد وقناه اسمها مطبخ كيوي. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بتمنى تكون عجبتكم فيديوهاتي. تعالوا نشوف البسبوسه من قريب. يا سيدي على الجمال والحلاوه. ادوني احلى لايك ليكوا وكومنت حلو منكم، صلي على النبي في الكومنتات عشان نشوف وصفات مع بعض كتير. واسيبكم في امان الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.